السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خلاص بقى رمضان على الابواب وكلنا بنجهز في زينة رمضان. هنا انا معايا فانوس جامع على شكل جامع، ده بزينه كل سنة. انا حاليا جبت الفوطة كده مش بنستخدمها، فردتها من تحتي عشان خاطر ايه، ابتدي بقى ايه انضف كل الكلام ده. رمضان شهر جميل وكلنا لما بنشوف الزينة بتاعته بنبقى فرحانين أصلا من قبل ما هو يجي. احنا بقى عملنا التصميم ده ووديناه عند النجار وخليناه ان ايه يعمله وعمله لنا. انا بقى كل سنة ايه بنضفه وبشوف لو في حاجة مثلا بايظة مكسورة. انا بوريكم هنا بقول لكم ان هو بصوا موصل بالاسلاك ما بين الناحيتين، ما بين المدنة والتانية مش فاكرة والله اسمها ايه. فبيبقى كله نظام أسلاك كده ولمبة لمبتين، يعني لمبة من فوق ولمبة اللي هي من تحت. أنا هنا كنت خلاص فطلعت كل حاجة كانت فيه ونضفته من التراب ومن الورق ومن العباد واللمط برضو، كل حاجة. همسح كده الحاجات دي من التراب. تمام. وهنا أنا كنت لاقي إن البتاعة دي مكسورة وملوحة كده، لأ اللي هي ايه عاوزة تتعدل. فهعدله وأشوف لو في أي حاجة عاوزة لها مسمارين 3 كده هظبطه يعني. احنا عندنا 3 انواع من الورق بتاع الفوانيس، ده اللي هو الورق الكوريشة واللي هو ده الاساس اصلا. الورق التاني اللي هو ورق السلوفان الملون. الورق التالت اللي هو مش ورق بس اسمه ورق قماش ملون. تمام. انا اللي يفضل بالنسبة لي ما بين ال3 دول هو ورق الكوريشة، لان الفانوس لما بيجي ينور بيدي شكل حلو احلى من السلوفان، احلى من القماش برضه. انا هنا كنت جبت كام لون كده معايا اصلا ملقيش غيرهم. انا دايما بحب اخلي اصلا كل قطعة لون، بس ملقيش الا غير الالوان دي. كنت خايفة الورقة تكون ايه قصيرة، فانا هنا بحاول افردها اشوف طولها قد ايه. واسفة على التصوير لان انا بصور بيد وبشتغل كنت بيد، فالستاند كان بايظ، فما كنتش عارفة ان انا ايه اثبت يعني على الستاند واصور لكم وكده، عشان كده هتلقوا ايه برضو جودة مش اللي هي، فسامحوني. وهنحاول نفرد في الورقة، مش عارفة يقول الورقة خايدة عليها اتفاق ان هي متتفردش، مش عاوزة تتفرد خالص معايا، كل ما اجي اشدها من هنا تشد من الناحية التانية. بس هو انا فردتها برضو اللي هو وراكي وراكي، بس لا طلعت الحمد لله طويلة جدا اللي هو هتنفعني. حاليا اسعار ورق الكريشة زايدة خالص، يعني تقريبا من الواحدة بدل ما كانت يعني بدري خالص خالص الواحدة بدري كانوا ب2.5 جنيه، بعد كده بقت الواحدة بجنيه، حاليا الواحدة ب10 جنيه جايباها. المهم ما علينا، كله في ده رمضان يعني. أنا المفروض ألزق بغيرها فأنا ملقيش غيرها، فهعمل ايه؟ أفكر كده شوية قلت لا، هو شوية معلقة دقيق عليهم شوية مية وإيه، وفضلت أعملها كده لحد ما بقت عجينة سايلة معايا وهشبك بيها. هينفع الدقيق؟ هينفع والله، وهيبقى أحسن من غيرها كمان. أنا هنا من تحت حطيت لون ولون، اللي هو أنا حابة إيه إن هو ليه كل لون ولون ميبقاش سادة، حابة إن يبقى فيه كسر كده في الألوان عشان لما نشغل الإضاءة بيبقى عامل لون حلو كده، يعني محدش يقول إيه ألوان الطيف دي. أنا هو بجيب بالمعلقة أو بيدي، بس يستحسن بيدي يعني. بس أنا هو بوريكم يعني إن بالمعلقة، وبحط شوية من الدقيق كده، بس أنا بدهنها يعني بدهن الخشب ده كله بكده أو أي مادة بتاعة لزق. اهو انا بوريكم ان انا بحطيت هنا لون وهنا لون. بس الاول يعني انا ايه اعوذ بالله من كلمة، انا بظبط المقاس بالورقة قبل ما الزق ولا اي حاجة. بظبط اول حاجة الالوان، هشوف انهي لون هيليق وانهي اللي يتحط في النص وانهي اللي يتحط على الجنب كده. هو المفروض الناحيتين دول يكون لون اصفر وفي النص لون واحد، تمام. بس انا قلت يلا كله يمشي، عاوزة اخلي لون ولون، فظبطتها زي كده وبصيتها ولزقتهم بكده. متخافوش اللزق ده كده مش هيبان اصلا عند محطة العقاد، لان احنا هندري كل الكلام ده بالعقاد. انا كنت خلاص خلصت المدنة اهي. وفي حاجة زي الهلال كده، هي عبارة عن حديد، حديد بس اللي هو بيتني ده انا ناسي اسمه ايه. بجيب ورقة عادية خالص منيهم، بكون قسمها نصين، ورقة صغنونة يعني،
وبروح لفها عليه مشبكاها يا بشمع يا بدقيق يا بالغيرة كده يعني. اللي هي زي القبعة دي برضو مش من الخشب، برضو من الحديد اللي هو بيتني، مش عارفة برضو اسمه ايه. ظبطت أول حاجة المقص كديها وقصيت ولزقتهم وظبطت الدنيا كده ورا وقدام وكله. وهنا كان معايا عقدين نور، رحت عملتهم بالشكل ده. هو بصراحة اللي هو الكبير ده غلبني من قدام أعمله أنهي شكل، دقيت مسامير من الصغيرة خالص وعملتها بالشكل ده. ووصلت هنا العقد ده، أحلى حاجة إن هو فيه زي مشترك صغير من ناحية، ومن الناحية التانية اللي هي الفيشة اللي بتدخل في الكهرباء مباشر. فنفعني إن أنا حطيت فيشة العقد في المشترك ده، بعد كده ضفتهم في المشترك اللي هو ما بين اللمض، عشان خاطر ينفع تنور كل الإضاءة معايا في فيشة واحدة، اللي هو محتاجش كمية مشتركات. هنا ده اللمبة دي، هو عاوز بالله كده أنا برضو ناسية اسمها أصلا. هي بس دي بتدي الإضاءة اللي هي نور الأحمر ده بتاع زمان، ده اللي احنا عارفينه، مش أحمر أحمر، اللي هو الأصفر كده. ملقيتش غير دي اللي هي المشهورة. معرفش تقريبا التانية انقرضت ولا ايه، بس أكيد يعني قاعدة بس أنا مدورتش شوية. بيبقى في الإضاءة أحلى، هي بتسحب كهرباء أيوة، بس بتبقى في الإضاءة أحلى. فاضطريت اخد اللي هي اضاءتها بيضة. حطيت اهو لو تلاحظوا واحدة في المدنة وواحدة في الحتة اللي هي زي القبة عادية، حطيت لمبتين، وصلت الكهرباء كلها ببعضيها وطلع معانا بالشكل الجميل ده. يا ريت اللي وصل معانا في الفيديو لحد هنا منساش تعمل لايك واشتراك، ان في ناس كتيرة بتشاهدني بس مش عاملة سبسكرايب، يا ريت يعني تنوروني اكتر وتعملوا سبسكرايب. كل الناس اللي بتدعمني وبتحط لي لايك دي كلها على راسي من فوق. اهو انتوا كده شايفين الاضاءة ازاي كانت حلوة ما شاء الله. كان نفسي اوريلكم يعني اشغل لكم اللمبة دي معاكم يعني واوريكم الاضاءة هتبقى احلى كمان من دي. هي بصوا مش موفرة يعني في الطاقة، وتسحب كهربا كتير اصلا، يعني يلا مفيش منها نرميها، مالنا بيها، مش عاوزينها ما بتسحب كهربا. دي بصراحة موفرة في الكهرباء وحلوة، مبتسحبش كهربا كتير، واللي هو برضه اضاءتها يعني حلو نوعا ما، مش وحشة. فانا كنت فاكره ان هي هتديني برضو الاضاءه اللي هي هيبان ان هي دي لمبه بيضه وكده، بس لا الحمد لله طلعت حلوه. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بخير، ويا رب كل اللي نفسه في حاجه يحققها ويكرم كل الناس يا رب. متنسوش بقى اللايك والسبسكرايب. لو في اي حاجه اكتبولي في الكومنت، اي حاجه مثلا اغير فيها كده ولا كده اكتبوها لي في الكومنتات. وما تنسوش أهم حاجة الذكر على الرسول والصلاة، ومحدش ينسى يختم القرآن يا جماعة. شهر رمضان سيبك من الطبيخ، سيبك من كل الكلام ده، لا لازم نستفاد بيه في العبادة، الصوم، الصلاة في وقتها، الأذكار، قراية القرآن. أشوفكم إن شاء الله فيديو جديد، مع السلامة.